صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن احوالكم وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاع نهار اليوم. كي راكم يا الغاليات؟ كي راكم يا الزينات؟ طمنوني عليكم، طمنوني على احوالكم، كيف راكم مع الشتاء مع البرد؟ الشتاء والله العظيم يا البنات جات اتفرح، ان شاء الله يا ربي حتى يتم علينا بالخير ويغيثنا يا رب العالمين. واش نقول لكم حبيباتي؟ اليوم عاودت وليت لكم بفيديو، حبيت نشارك معكم هذه الوصفه. هذو الفطائر يطيبوا في الطاجين، صراحه جاو هايلين، حاجه خفيفه للحشا ديريها. يعني اذا كنتي حاصله ولا اذا ما كانش عندك الوقت بزاف، يعني مش راح يدولك الوقت بزاف. اول حاجه البنات، هنايا كنت درت لافارس. الخضره اللي كانت عندي درت بصل، درت فلفل حلو، درت حبه تاع زروديه رابيتها مع حبه تاع كرجات، رابيتهم وخليتهم طابوا، ودرت لهم شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه طماطم تاع الباطا، هذا ما كانوا خليتهم طابوا. ليسونسيال البنات، انا مش راح نحكي لكم على الوصفه، يعني كلش راهو قدامكم بالديتاي. كل حاجه راهي واضحه قدامكم في لا فيديو، تما ماذا بكم تكملوا لا فيديو حتى النهايه يا الغاليات. عفوا. وما تنساونيش بجام ديروا لي جام لا فيديو هكذا باه لا فيديو تاعنا تطلع والمنفعه تكون شامله للجميع. المهم البنات، كما قلت لكم انتم راكم تشاهدوا في لا فيديو تاعي في الوصفه، وجربوها البنات، يعني خرجت رائعه، خرجت بنه خرافيه ولا اروع. جربوها ما كنتش راح تندموا. حاليا نهضر لكم يا الغاليات في واحد الموضوع بزاف مهم صراحه. شغل واحد الموضوع هكا اتيراني، ولا واحد الحاله اتيرتني، بغيت نشاركها معكم، بغيت نقول لكم الراي تاعي فيها. صراحه البنات، خرجت المره اللي فاتت تلاقيت مع وحده قاعدين هكا نقصروا نحكوا منهم، قالت لي فوالا راجلي عنده سنين وسنين ماهوش خدام، ما عندنا ني سكنه ني طوموبيل ني والو، يعني قالت لي حياته كامله خدمه ما دار والو. قالت لي يعني وعجوزتها وحماتاتها ليسونسيال الناس دارها يعايروها، يعني ما طلقوها لا هي لا راجلها، يعني عايروها قالوا لها حياته يعني راجلك حياته كامل خدام، ما دار تاويل، ما دار دار، ما دار على الاقل يكون يعني دار غير دار اللي يستر فيها مرته ويستر فيها وليداته. قالت لي شوف يعني الحال اللي رانا فيه، قالت لي الحال اللي لحقنا ليه، يعني الانسان خدام، يعني خدام الليل مع النهار وما لحقش حتى به، ولا ما كفاش حتى الماكله تاع كل شويه، يعني كيف راح يدير السكنه، كيف راح يدير الطوموبيل، كيفاه من النوم. قالت لي وانايا صراحه مانيش، يعني ما نقدرش انه نخرج برا نخدم ونخلي ولادي، يعني ولادها هي ثاني شويه صغار، ما تقدرش تخليهم في الدار وحدهم، وكذلك يعني ما تقدرش تخليهم في بلاصه واحده اخرى. المهم البنات، حبيت هذا الموضوع بغيت نهضر عليه بالذات. شوفوا البنات، نوضح لكم واحد النقطه، يعني الانسان كي ربي كي يرزقه بخدمه، ولا يرزقه بشهريه، ولا يرزقه كما نقولوا حنا بالمكتوب هذاك اللي كتبه ربي، يعني ما يقعدش حتى يدير ذراري، وما يقعدش حتى يكبر ولادو باه يبدا يقول ندير. لا الانسان يعني مادام ربي فتح عليه بديك الشهريه يبدا من الاول يخمم. يعني هادو الصوالح يدوا وقت بزاف، يعني ماشي حتى تشوفي ولادك قدامك كبار باه تبداي تخمي ما درت لهمش السكنه، ما درت لهمش الطوموبيل، لا انت قبل ما تجيبي هادوك الولاد لازم تخمي لهم في لافونيغ تاعهم، باسكو هلا كي تجيبي الولاد راح المسؤوليه تزيد تكبر، راح المصاريف تزيد تكبر. كما نقولوا حنا اللي عنده 4 دراري مش كيما اللي عنده 2، واللي عنده 3 مش كيما اللي عنده 1، واللي عنده 5 ماشي كيما اللي ما عندوش من اصله. كيما يكونش عندك يعني تكوني كافيه روحك، ماشي كافيه روحك بداك ليسونسيال، كي شغل تقدري ديري حاجه، تقدري تصمدي حاجه، وتقدري كيما نقولوا حنايا تونغاجي في حاجه، في سكنه، في طوموبيل، في ارض. المهم الانسان يعني ما يقعدش حتى يشوف ولادو، باسكو علاه كي عارفه مادام تزوجت راح يكون عندك ولاد، راح تكون عندك مسؤوليه، وانت مسؤول على دوك الولاد، لازم توفر لهم الظروف المناسبه اللي يكبروا فيها. اول واهم حاجه هي المسكن. قلت لكم اهم حاجه، الحاجه اللي نيسيسار كامل هي المسكن البنات، ما كاش حاجه كيما قبر الدنيا. الانسان كي يوفر سكنه لوليداته الدنيا وما فيها. كيما وحده مسكينه ثاني جارتي راجلها كان مات وخلى لها 2 ولاد، ربي يرحمه ان شاء الله وربي يكون معها، قاعده تبكي مسكينه، وقالت لي شوفي، قالت لي مات ما خلاليش مام باسكو انا لوليداتي اللي نصر فيها وليداتي واللي نصر فيها راسي. يعني الانسان موش ضامن عمره من الغدوه، الانسان رانا في وقت صعيب، يعني رانا في وقت تاع وقت والله ما يرحم، الوقت ما يرحمش. شغل هذه الناس اللي رانا عايشين معهم ما يرحموش. يعني الانسان اذا ما كانش كيما نقولوا حنايا واقف مع روحه، وكيما نقولوا يدير حاجه لاولاده، ولا الانسان مش ضامن عمره، سا ديبون كيما نقولوا حنايا الاعمار بيد الله. الانسان لازم يخمم من كل النواحي، على الاقل يوفر مسكن لاولاده، هذا ما كاش كيما مسكن الطوموبيل، بالك تقدري توسي بصح السكنه لازم، باسكو على الانسان كيما نقولوا دارك تستر عارك، هذه هي. دوكا هذه المراه كي ما عندهاش راجلها كي مات وخلاها، يعني ما خلالهاش
ما خلالهاش السكنة، يعني تروح لدارهم تقعد ينهضوا فيهم ولا كش ما يقولوا لهم يخزروا فيهم تتحسس، تروح لدار شيخها كذلك تتحسس، بصح في دارهم لو كان يحرقوها ما كاش اللي يقول لهم شراكم ديروا، ما كاش اللي يقول لهم شراكم ديروا، دارك تستر عارك. انا واحده من صراحه البنات نسترح في داري، والله العظيم نسترح في داري، ولادي يقباحوا ويزغدوا ويكسروا ويخسروا راه في دارهم الله يسهل، ما كاش اللي يهضر معاهم، ما كاش اللي يقول لهم. بصح كي تكوني في دار الناس اذا كسروا حاجه تحشمي، اذا خسروهم تتحسي، اذا هضروا معاهم كذلك بالك تزحفي. بصح كي يكونوا في دارهم مكاش يعني دارهم احرار لهم الحريه المطلقه. المهم هذه هي على المرأة. قلت لكم الانسان لازم يخمم في ولادو، يخمم في المستقبل تاعهم، يخمم في لافونيغ تاعهم، سورتو الوضعيه اللي رانا فيها ولا الحال اللي رانا فيه، يعني هي اللي حتمت علينا هذا الشيء، هي اللي حتمت علينا هذا الشيء. السكنه دوكا راهي صعيبه، باه تشري سكنه يليق لك، باه تشري ارض يليق لك، تشري ارض وتزيدي تلمي دراهم للارض ومن بعد تزيدي تلمي دراهم للسكنه، يعني وين بيها؟ يعني بالك حياتك كومبلي ماكش راح تكفي. وانما الانسان يعرف كيف يتصرف، يعرف كيف يبروفيتي عفوا لي زوكازيون اللي يجوا بالك واحد بعض الاحيان، يعني يجوا واحد الفرص شغل حنا لازم نعرفوا كيف نستغلوهم، والله بالك ندموا عليهم طول حياتنا. المهم الانسان يخمم في ولاده، يوفر عندك شهريه حاولي انك توفري منها، عندك كيما نقولوا حنايا مدخول زياده حاولي انك تقتصدي فيه توفري فيه، ماشي معناتها خلاص تخلصي راكي لاباس بك هذيك الشهريه انا نفوتها كامل ماكله، نفوتها تحواس، نفوت لا لا ناكل شوي ونخبي شوي، يعني كيما نقولوا حنا ما نديرهاش غير الكرشي كامل. كاين اولويات اللي لازم نخمو فيهم، كاين صوالح اللي لازم وسرتو الطفل هو اللي ينضر بالدرجه الاولى، الطفل هو اللي ينضر بالدرجه الاولى. دوك الطفل كي ما يكبرش في جو مناسب، في ظروف مهيئه كما نقولوا حنايا ظروف مليحه، اكيد راح كي يكبر راح يعود عليه بالسلب هذا شغل النمط اللي كبر فيه، شغل الجو اللي كبر فيه. المهم الانسان لازم يخمم في ولاده، ماشي يقعد يعني تزوجت خلاص تزوجت انا قعد غير تجيب الدراري وانت ما عندك لي تاويل، ماك داير والو، ماك داير دار، ماك داير طوموبيل. خمموا في ولادكم شويه، يعني الانسان به كيما نقولوا حنايا كي يجيب هذاك كي يجيب هذوك الذراري على الاقل كي يكون عندهم مسكن، الحمد لله يا ربي، هذيك هي كيما نقولوا هذيك هي الصح، وهذاك هو اللي كيما نقولوا حنا الحاجه اللي نحوسوا عليها كامل. هذه هي على هذه المرأة مسكينة قالت لك ماليه عايروه وقالوا له حياتك كامل ما درت تاويل، ما درت دار، ما درت طوموبيل، ما درت من. وهذه هي اللي خاف الإنسان، يخاف إنه حياته كامل يعني صحته تطيح في الخدمة، صحته تروح غير عند الناس كما نقولوا، صرتوا اللي خدامين عند الشعب، وكما تعرفوا يعني الشعب والله الشعب ما يرحموش. بالك اللي خدامين عند الدولة شوية عندهم ديك لاسيرونس، بالك يقدروا يديروا قرض بنكي، قادر يديروا سلفية، قادر يديروا حاجة، بصح اللي خدامين عند الشعب والله البنات غير صحتهم تطيح وبيديروا والو. المهم الانسان لازم كيما نقولوا حنا مادامو صغير، مادامو بصحته، مادامو عنده ذاك المدخول، يخمم في ولاده، يخمم في الزوجه تاعو، مام هو يخمم في روحه، يعني يوفر لهذا الجو المناسب لولادو، الاقل تكون عنده سكنه يدرك فيها راسه هو ووليداته. كيما نقولوا حنايا ماكش اللي يسالهم، ماكش اللي ينهض عليهم، ماكش اللي كيما نقولوا حنايا رزقك ماكاش كيما رزقك، ماكاش كيما رزقك، تروحي وماكاش كيما رزقك. قالوها الناس بكري وما غلطوش، قال لك المكسي برزق الناس عريان، وين تروحي ويا ما سمعنا هضاير، يا ما سمعنا معاير، يا ما يعني الانسان ماشي معناتها كي راه هكا يهضر ويضحك ويلعب ما صارولوش مواقف في حياته ولا ما صارولوش مشاكل، لا يعني كل واحد راهو لاهي بهمه، كل واحد راهو رافد ما راه رافد الجبل. المهم البنات ان شاء الله هذه الفكره تكون لحقت، ان شاء الله نكون فتكم يا الغاليات ولو هكا بحاجه قليله، ان شاء الله نكون حفزتكم حبيباتي. المهم هذا هما الفطائر تاوعي البنات، شوفوا كيفاه جاو قمه في الروعه، جاو هايلين خفاف والحشو تاعهم جا هايل. هذا هما البنات شوفوا كيفاش يجوا، جربوهم والله ما تندموا. المهم حبيباتي الغاليات لحقنا لنهايه لا فيديو تاع نهار اليوم، ما بقى لي نقول لكم غير اتهلاو في روحتكم، ونتلاقاو في فيديو احسن وافضل ومع نصائح في القمه احسن من هذا يا رب العالمين. مع السلامه حبيباتي.